السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ محمد فارس مذيع برنامج في ظهر الأهلي في قناة النادي الأهلي بيعلق على حسام المندوه اللي هو أمين صندوق نادي الزمالك، واللي قال إن حجم إيرادات نادي الزمالك 500 مليون جنيه وحجم مصروفاته مليار و600 مليون جنيه، وإن النادي بيحقق عجز مليار و100 مليون جنيه. وكان السؤال اللي لسه ما لقيتش له إجابة، واثق إني مش هلاقي: هما فين الزملكاوية اللي كانوا بيتكلموا عن اللعب المالي النظيف في الإعلام والمواقع والسوشيال ميديا؟ تخيل انت تقول للأهلي اللي عنده إيرادات مليارية من بث ورعاية وبيع لاعبين وكأس عالم للأندية وأربع فروع، انت جبت فلوسك منين؟ وانت شايف فرع واحد هيحل لك كل مشاكلك. قواعد اللعب المالي النظيف لو تم إقرارها وفقا للتصريح الرسمي ده، الزمالك مش هياخد أي ترخيص مشاركة قارية، ولن يسمح له بقيد لاعبين. وعشان كده هو بجد اللي بيقول لعب مال نظيف فاهم معنى الجملة ولا جايبها من جوجل؟ بيكمل محمد فارس وبيقول: الطرح الزملكاوي ده إعلاميا من ضيوف ومقدمين وبرامج من بداية الموسم هو إن زيزو مرتبه عامل مشكلة في أوضة اللبس. طيب هل في لاعب صرح تصريح للإعلام عن المشكلة دي؟ لأ. طيب هل في تمارض أو غاب لاعب عن التدريب أو عمل أي أزمة؟ برضو الإجابة لأ. طيب اللي أهم بقى، هو أصلا الأهلي عنده مشكلة في توفير راتب زيزو أو غيره أو أي أزمة مالية؟ برضو الإجابة لأ. طيب نفس الناس اللي كانت بتصدر أزمة للأهلي بالسؤال والطرح الإعلامي ده، موقفهم إيه من تصريح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن الزمالك عليه الديون دي ومش عارف يدفع رواتب اللعيبة؟ لا، جاب إزاي لعيب زي خوان ألفينا بمبالغ قال عنها أحمد سليمان أول مرة أنت تدفع فلوس زي كده في لاعب، واللي اتدفع فيه ما اتدفعش قبل كده في لاعب في والست سنين اللي فاتوا. المرة دي كش ملك بس من أحمد سليمان لكل الزملكاوية. يعني أنت فيك كل العبر وفيك كل العيوب، وبتعيب على الأهلي إزاي يجيب لعيبة كتير بالمبالغ دي، وكمان عنده أزمة في أوضة اللبس بسبب المرتبات المبالغ فيها. طيب أنت فين بقى من الكلام ده؟ يعني بص لمشكلتك الأول بدل ما تبص في ورقة غيرك.